السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وعزيزاتي، كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين. الله يسعدكم ويحميكم ويحمينا يا رب، قولوا آمين. رجعت لكم بمفاجأة جديدة مثل ما عودتكم عن المفاجآت الحلوة، واليوم بدي أقدم لكم حلقة عن الكعك تبع الشام. بلاد الشام كلها الكعك الطيب جدا اللي بتاكلوه مع الشاي ومع الجبنة ومع الحليب، الكعك المشهور الأصلي. بدنا هلا نقدم لكم إياه بطريقة حلوة وجديدة، وإن شاء الله تجربوه ويعجبكم وينال إعجابكم وتدعونا. حنبدأ بالمكونات على بركة الله. أول شي بدكم مثل ما شايفين كاسة ونص طحين، ونص كاسة سميد ناعم، يعني بيقولوا له هذا طحين فرخة، وثلث كاسة نشا، ونص معلقة بيكنج باودر، ونص معلقة فانيلا، ونص معلقة محلب، ورشة ملح. هدول الجافين، مقادير الجافة. هلا بدنا كمان نص كاسة سكر، ونص كاسة حليب، وبيضة، ونص كاسة زيت مازولا. هدول ناخذهم مع بعض. اول شيء شايفين اللي قدام ناخذهم مع بعضهم، اللي ورا ناخذهم مع بعضهم. بعدين بعد ما ناخذ هدول مع هدول بنورجيكم شو حنساوي معنا. هلا السوائل بيحطهم بالخلاط وخلطهم. هلا الخلاط عندي اياه، بدي احط الزيت والبيضة والحليب والسكر مع بعض وخلطهم برجيكم. هلا هدول حطيتهم مع بعض وبدي اخلطهم هلا. هلا بنخلط الجافين مع بعضهم، نحطهم كلهم وبرجع لكم. بنحركهم هلا شوي شوي. وانت عم نحركها ونخفاها حتى تصير لزجة وبتلزق. برجع لكم. ولا مثل ما شايفين استخدمت هاي المعلقة الخصوصية، طلعتها من هون بعد ما عجنتها، طلعتها العجينة وحطيتها هون. شوفوا عم تلمع لساتها هيك، يعني لزجة وبتستكي، يعني بتلزق لساتها. فهلا هاي بدي خليها شي ساعة مغطاية، بعدين برجع لكم برجيكم شو حنسوي فيها. هلا مثل ما شايفين هاي الساعة مضت من الزمان، وليكوا العجينة ما أحلاها، بتاخذ العقل. جمدت مالها طرية بس مالها بتلزق، ما بتلزق، ما أحلاها. هلا بدنا نفردها، نحطها على هون ورق تبع الفرن على صينية مشان نحطها بالفرن. الفرن أنا حميته على 350 فرنهايت، يعني حوالي 160 مئوية. بدي احطهم على الرف التحتاني لشي 4 5 دقائق، بعدين بدي ارفعهم على الرف الفوقاني، برفع درجة الحرارة ل 400 فرنهايت أو 180 مئوية. وهون سمسم وحبة بركة إذا بدي لكم فيها، بدكم سادة بدكم سمسم بدكم حبة بركة. وهون كمان عندي نص كاسة حليب، حطيت لها نقطة خل مشان الزنخة، وبيضة بنخلطهم بعض مشان ندهن فيها الكعكات مشان يعطيهم اللون الذهبي. هن قاعدين بالفرن. برجع لكم. هلا باخذ شقف شقف مثل ما شايفين، وبدورهم هيك خليهم يصيروا نحاف وطوال مثل الأصابيع، طوال ونحاف، يعني شي 15 سنتي. هلا الفرن عم بيحمى، شفتوا سمعتوا صوته. هلا هدول بعملها هيك لساوي اصابع نحيفه قد الخنصار، يعني بالنحف قد الخنصار وطوال. عرفت شلون؟ شي حوالي 15 سنتي 20 سنتي على حسب. تم بعملها هيك لحتى تصير نحيفه وطويله. بعدين بقطعها على حسب القياس اللي بدي اياه، وبلكها بالبيض والحليب اللي محلوق فيه له خل شويه، وبعدين بلكها بالسمسم وحبة البركة، بعدين بحطها على الورق تبع الفرن بهالصينية هاي، بحطها بعدين بالفرن. برجع لكم. هاي مثل ما شايفين منهم حطيت لهم سمسم وحبة بركة، منهم ما حطيت لهم، منهم أصابيع، منهم دوائر. هلا بدي أحطهم بالفرن وأرجيكم. هاي مثل ما شايفين حاطهم بالفرن على الرف التحتاني، بعدين هلا بعد شوي بدي أرفعهم لفوق على الرف الفوقاني. هلا رفعت درجة الحرارة على 400 فرنهايت، يعني شي 180 مئوية. بدي أحطهم على الرف الفوقاني. هي على الرف الفوقاني حطيتهم. حسك على النبي، ريحة بتاخذ عال، منظر حلو جيد. هلا فتلتهم انا جوا شوية مشان الطرفين يكونوا اخذين نفس الحرارة، بيان شي كم دقيقة. هلا حطالعهم وخليهم يبردوا. هلا ببردوا قبل ما اقدرهم، قبل ما اكلهم. كتير بيشهوا، ريحة وطعمة كتير بيشهوا، كتير كتير كتير، ما يعني فوق الخيال. هلا بقى خليهم يبردوا، طالعهم خليهم يبردوا، بعدين برجيكم اياهم. مثل ما شايفين هلا طالعتهم انا من الفرن، عم بخليهم يبردوا.
ريحة بتاخذ يعني فوق الوصف، وطعمة يعني مو معقولة. الريحة وين موصلة لوين ما كان بالبيت. الله 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 يديم نعمه يا رب، قولوا امين. ان شاء الله انتم تجربوها وتحبوها وتعجبكم، تدعوا لي. لا تنسوا الدعاء والشير واللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.